سقوط المنتخب التونسي على عكس المتوقع. سوريا بتقولها بصوت عالي، كاس العرب خارج التوقعات. عمر خربين بفاول على طريقة ابو تريكة، بيسجل هدف سوريا الوحيد عشان تنتهي المباراة 1-0 للمنتخب السوري. بتقولها سوريا بصوت عالي، كاس العرب خارج التوقعات. مباراة نارية في مباراة الافتتاح او المباراة الاولى في كاس العرب. تونس عملت كل شيء الا التسجيل، وهجمة وحيدة خطيرة للمنتخب السوري، فاول على حدود ال 18 حطها عمر خربين وبوظ حسابات المجموعة. تخيل ان الاحصائيات عاملة كده، احصائيات تجنن. الاحصائيات 70% استحواذ للمنتخب التونسي، 69% ماسكين الكورة كلها، هم اللي مستحوذين وهم اللي ضاغطين. تخيل ان التسديدات على المرمى 17 تسديدة للمنتخب التونسي مقابل 4 تسديدات بس للمنتخب السوري، منهم تسديدة الهدف، تسديدة عمر خربين المتألق اللي كان ليه لقطتين في المباراة، لقطة الكورة وهو موقفها على دماغه وسط لاعبين من تونس، ولقطة الهدف طبعا اللي اخطأ فيه خطأ غير عادي حارس المرمى دحمان اللي وقف الحيطة بشكل صعب قوي. لما تيجي تبص هي كده، ايه يا ابني اللي انت عامله ده؟ يخرب بيت سنينك، ولا خلى الحيطة تيجي شمال ولا تيجي يمين، الحيطة واقفة في النص وهو واقف ورا الحيطة وسايب الزاويتين مفتوحين. فكان طبيعي التسجيل، طبيعي ان المنتخب السوري يسجل الفاول ده ومن يضيع يقبل. وتونس ضيعت كتير قوي، لكن في اكتر من لاعب مميز في المنتخب التونسي. بعد ما اتفرجت عليهم في اول مباراة، تونس مرشحة للبطولة يا جماعة، تونس مرشحة تاخد البطولة. المفروض انها تخسر اول مباراة امام المنتخب السوري اللي هو على الورق اسهل منتخب في مجموعتهم واسهل مباراة. انت لسه هتلاعب المنتخب الفلسطيني الحبيب، مباراة اصعب من منتخب سوريا، وبعد كده هتلعب مع منتخب قطر، المنتخب العنابي المنظم صاحب الارض، اكيد اصعب واصعب. هل ممكن سوريا تودع المجموعات؟ الله اعلم. مباراه خارج التوقعات تماما، مباراه ضربت التوقعات كلها في مقتل. واول مباراه ما اعتقدش ان حد كان يتوقع النهارده فوز المنتخب السوري على المنتخب التونسي. قولوا لي كده في الكومنتات لو حد كان متوقعها، وخلينا نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده.